السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا أحلى متابعين ليا؟ النهاردة قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل حمام محشي، ودي من إبداعات سفرتي. جبت بصلة وفرمتها مع فلفلاية، ودي حرية شخصية وبراحتكم، تمام. وبعدها نزلت عليها بالكبدة وشوحتها، وحبيت بقى انزل عليها هنا بملح، بفلفل اسود، ممكن سنة هيل بسيطة. نزلت عليها ب7 بهارات وقلبتهم كويس. نزلت عليها هنا بالرز وقلبته كويس جدا، وهنا سنة شطة مش هيضر. وجاهزة عندي الحشو بتاعي للحمام المحشي. وهنا حشيت الحمام المحشي بعد ما غسلتها بملح وطحينة وبقت زي الفل. وهنا ربطتها كويس جدا علشان الرز ما يطلعش مني لما اسلقها. بصوا شكلها جميل ازاي. هنا بقى هجهز للشوربة بتاعتي. عندي مسمار، هيل، طماطم، بصل، جزر، ورق لورا. بصراحة الخلطة دي بتدي نكهة حلوة قوي للشوربة، وطبعا هتدي نكهة حلوة للحمام. هنا هنتظر طبعا الحلة بتاعتي تغلي. حطيت حاجتي علشان تدي نكهتها الحلوة للشوربة، وسبتها تغلي شوية ونزلت عليها بالحمام. هنا الحمام بعد ما اتسلق طلعته تبرد. طبعا ما ينفعش اسيبه خالص خالص بعد ما بيتسلق في الحلة بتاعتي عشان ما تتهريش. وهنا طلعتها وفكيت الرباط بتاعي. بعد ما فكيتها حمرتها بده الشكل النهائي. عايزة اقول لكم الريحة جميلة جدا وخطيرة. انا عملت طبعا لينا كلنا، بس عايزة اقول لكم ده اللي لحقت اصوره. طبعا الشوربة كانت تحفة، جميلة جميلة. وكمان عملت معاها رز بالكبدة، الباقي الخلطة بتاعتها اهي، وزودت زبيب عليها كمان. دي سويتها بره تحفة وريحتها تجنن. طبعا بعد ما حشيت الحمام في رز بقى، وحطيت طبعا الزبيب معاه وسويته بره، تمام. بقى عندي الحمام بالشكل ده والرز بالشكل ده والشوربة بالطعامة دي. يلا بقى اشتركوا في ابداعات سفرتي واعملوا لي لايك. فين التعليقات الحلوة؟ وقولوا لي اعمل لكم ايه. انا احترت. يلا بسرعة قولوا لي عايزين اعمل لكم ايه وانا اعملها لكم واصورها لكم. هنا عندي تيك توك، انتوا ما بتشتركوش ليه؟ وهنا في الانستجرام، يلا نوروني. وشكرا ليكم المتابعين ابداعات سفرتي.